المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة للمزارعين للاستفادة للموسم الزراعي المطري. حملة تشجير واسعة في الإقليم الجنوبي. انطلاق بطولة إرتريا الدراجات الهوائية اليوم. قمة باريس تنتهي بخطوات صغيرة لإصلاح النظام المالي العالمي من أجل المناخ. ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة استقرار أفريقيا والكرملين يرد. وانتهاء أعمال البحث عن الغواصة تيتان والإعلان عن مقتل ركابها. أهلا بكم. دعت وزارة الزراعة المزارعين لتقوية النشاط الزراعي في الحراثة والبذور لإمكانية استمرار هطول الأمطار غير الاعتيادية في شهر مايو ويونيو. وأوضحت الوزارة هطول الأمطار 7 أيام في شهر يونيو، وكان معدلها حتى 20 من يونيو 213.6 ملم في أسند بإقليم عنسبة كأعلى معدل هطول أمطار، وسجلت في لبنان بإقليم عنسبة 264.8 ملم، وداس في إقليم القاشبركة 253.3 ملم، وحمبرتي في الإقليم الأوسط 233.5 ملم، وفورتو في القاشبركة 232.8 ملم، وفيلادلفيا في إقليم عنسبة 230.6 ملم. وتوقعت الوزارة استمرار هطول الأمطار حتى نهاية يونيو بنسبة 40 إلى 50%. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي بأن أكثر من 2,400,000 شتلة ستغرس خريف هذه السنة في الإقليم. وأوضح مسؤول السلطة في الإقليم السيد جبر ميكائيل برهي إعداد 31 نوعا من شتول الأشجار في 10 مشاتل بالإقليم هذه السنة بتعاون قوات الدفاع، مشيرا إلى أن الشتول ستغرس بالطلاب وأعضاء قوات الدفاع والأفراد والمجتمع معظمها في الأراضي المجدبة. وذكر بأن أكثر من 6,000 طالب سيعملون في 50 نقطة تشجير لإنجاح البرنامج. ودعا المواطنين والجهات الحكومية للعناية بشتول الأشجار لضمان نموها. تبرع الإرتريون في إيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا وكولومبوس وأوهايو الأمريكية بأكثر من 38,000 يورو و5,000 دولار في مناسبات إحياء يوم الشهداء لتنمية صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. ونظمت في مناسبات إحياء يوم الشهداء التي جرت في 17 من يونيو بمدن إيطالية مناشط ثقافية وفنية ومسيرات وإضاءة الشموع لذكرى الشهداء، بالإضافة إلى التبرعات المالية التي بلغت 30,000 يورو لصندوق أمانة الشهداء. وأحيا الإرتريون في بروكسل وتيربي وكوتريخت البلجيكية ولوكسمبورغ يوم 20 من يونيو يوم الشهداء بفخر واعتزاز بالشهداء، مؤكدين الاستعداد لإعالة أسر الشهداء وإنجاح برامج التنمية. وتبرع الإرتريون في بلجيكا 2,750 يورو ولوكسمبورغ 2,500 يورو. وفي مناسبة إحياء يوم الشهداء في فنلندا التي تخللتها إضاءة الشموع لذكرى العزة والكرامة تم التبرع ب3,780 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأحيا الإرتريون في كولومبوس وأوهايو الأمريكية يوم الشهداء بتنظيم برامج فنية وتبرعوا بمبلغ 5,000 دولار. نظم مكتب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية في العلوم الاجتماعية ل200 شاب، بينهم 100 شابة من 10 مديريات في مركز التدريب التابع للقوات البحرية في دنقل.
تضمن التأهيل الذي استمر لأسبوعين الفكر والسياسة ودور التنظيم وتاريخ نضال الشعب الإريتري والحرب النفسية والتصدي لها ودور الشباب في التنمية والتصدي وأخلاقيات الكادر وغيرها من المواضيع. وفي مراسم التخريج التي جرت في 18 من يونيو، أوضح مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد أحمد جعفر، أوضح أن التأهيل سيجري مستقبلا بتوسيع في الضواحي. من جهة أخرى، نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر نظم دورة تدريبية لأسبوعين ل67 شابا من مديريات مصوع وفرو وقندع وقلعلو وشعب. وقال مسؤول التأهيل السيد قبر يوناس قبر تنسائي إن مراسم التخريج في 17 من يونيو إن دورات تأهيلية مماثلة ستنظم في المديريات الأخرى. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم الشمال البحر الأحمر السيد رزان أدوناي في تخريج الدورتين أن التدريب يحمل مسؤولية كبيرة لاتزانه مع يوم الشهيد، مناديا لنقل المعرفة المكتسبة إلى زملائهم. أفاد سكان إدقلب في مديرية مايمنة بأن بناء الطريق المؤدي لقريتهم البالغ طوله 40 كيلومتر خفف من مصاعبهم. وذكروا أن الطريق الممهد الذي يربط قرى المنطقة من بلدة مايمنة وحتى قريتهم سهل من حركة النقل البري. وأشار مدير ضاحية أدقلبو بأن حفير يشيد في القرية بعد شق الطريق. تقع ضاحية إدقلبو للجنوب من بلدة مايمنة ويعطونها أكثر من 4800 فرد. انطلقت اليوم 23 من يونيو بطولة إريتريا للدراجات الهوائية 13 بسباق ضد الساعة في منطقة مايتمنت. وفاز في السباق ضد الساعة لفئة الدرجة الأولى النخبة دون 23 عام الذي يقطع مسافة 36 كيلومترا الناشئات الدراجة الأولمبية أمانويل جابرييل بقطع المسافة في 43 دقيقة و4 ثواني و10 أجزاء الثانية بسرعة بلغت حوالي 50.1 كيلومتر في الساعة، ليسجل أسرع دراج إريتري عام 2023، بينما جاء الدراج الأولمبي مرهاوي قدوس ثانيا متأخرا بدقيقة و11 ثانية عن الأول، وجاء المتسابق أخليل أرفين ثالثا ليحصل على الميدالية البرونزية. وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها الدراج مانويل جابرييل الذي فاز بالمركز الثالث في السباق ضد الساعة لبطولة إريتريا العام الماضي الذي نظم جوار مقبرة الشهداء أسرع دراج لتحقيقه ذلك عام 2019. وقال الدراج مانويل الذي حصل على المركز السادس في المرحلة الرابعة من طواف إيطاليا هذه السنة أنه لم يتوقع إنهاء السباق بالسير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، وأن هذه القدرة ستمكنه من تحقيق الانتصارات. وفي فئة ما دون 23 عاما حقق الدراج أخليل أرفين عضو فريق انتر مارش البلجيكي على الميدالية الذهبية، والفائز بسباق العام الماضي عضو فريق إيريتيل بيتروس منجس بالميدالية الفضية، وعضو فريق سامبل برام برهاني بالميدالية الذهبية. وفي فئة النخبة ودون 23 عاما للإناث فازت الدراجة أديام داويت عضوة فريق دندن لوزارة الدفاع بالميدالية الذهبية، وبرختي في الساحية عضو فريق قال نفع بالميدالية الفضية، ومناليزا أرئيا عضوة فريق الإقليم الجنوبي بالميدالية البرونزية. هذا وسيجري سباق المضمار في شوارع أسمر ابتداء من الساعة 7:30 من صبيحة يوم الأحد، وسيبث عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، اختتمت القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي استضافتها باريس ليومين مع تحقق بعض المبادرات اتجاه الدول الفقيرة.
لكن من دون أن يتحقق التقدم الكبير المرجو لإعادة توجه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة عن إجماع تام على إصلاح عميق للنظام المالي العالمي، لكن اللقاءات انتهت في الوقت الحاضر بسلسلة من التعهدات المحددة التزمت بها مجموعات من الدول من غير أن يصدر الإعلان المشترك الذي أملت به الرئاسة الفرنسية لفترة. وصدرت بعض الإعلانات عن الاجتماع المنعقد في قصر برونيار المقر السابق لبورصة باريس الذي اعتبره عدة مشاركين غير مؤات للقمة من حيث موقعه وضيقه. وفي هذا السياق يعتزم البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقية مع الدول الأكثر هشاشة ينص على تعليق سداد الديون في حال وقوع كارثة. اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي لزعزعة استقرار إفريقيا واعتماد خيارات لا تصب في صالح المجتمع الدولي، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس. وقال ماكرون إن روسيا قوة مزعزعة للاستقرار في إفريقيا عبر ميليشيات خاصة تنكل بالمدنيين، وذلك خلال مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية على هامش قمة ميثاق عالمي جديد التي تستضيفها باريس. وردا على تصريحات ماكرون أكد الكرملين العمل على إقامة علاقات بناءة في إفريقيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا تنسج مع الدول الإفريقية علاقات ودية بناءة مبنية على الاحترام المتبادل، مشيدا على أنها ليست موجهة ضد دول أخرى ولا يمكنها أن تكون كذلك. انتهت أعمال البحث عن الغواصة تيتان في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام نتلانيك، إعلان الشركة المشتتة ترفيضها إلى انفجار داخلي كارثي أودى بركانها الخمسة. من جانبه أكد خفر السواحل الأمريكي أن حطام الغواصة التي تم العثور عليه يظهر أنها تعرضت لانفجار داخلي كارثي. وأعلن أنه تم تحديد موقع حطام في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بعد بالقرب من تايتانيك. وكان عناصر الإنقاذ قد قدروا أن الأكسجين قد ينفد من الغواصة، والغواصة تشغلها شركة أوشنجيت إكسبيديشن الأمريكية الخاصة لأغراض الاستطلاع السياحي، وقد فقدت منذ منذ الأحد وتتمتع نظريا بقدرة على الغوص لمدة 96 ساعة. الخبر الأخير: تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو يشكل أو بشكل حاد في يونيو مع انخفاضه إلى مستوى قريب من الصفر، متأثرا بالصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة وفقا لمؤشر PMI فلاش الصادر عن S&P جلوبال. وسجلت فرنسا أضعف أداء في منطقة اليورو في يونيو مع تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ فبراير 2021. في المقابل، بعد 3 أشهر من الارتفاع القوي، بقي النمو في ألمانيا جامدا. وقالت المجموعة أن المخاوف بين الشركات في منطقة العملة الموحدة آخذة في الارتفاع. مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. دعوة للمزارعين للاستعداد للموسم الزراعي المنظري. حملة تشجير واسعة في إقليم الجنوب. انطلاق بطولة إرسال الدراجات الهوائية اليوم. قمة باريس تنتهي بخطوات صغيرة لإصلاح النظام المالي العالمي من أجل المناخ.
ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة استقرار أفريقيا والكرملين يرفض. انتهاء أعمال البحث عن الغواصة التيتان والإعلان عن مقتل ركابها. سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم.